السلام عليكم أحبائي، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بعد الحديث الكثير عن مسألة أن السعودية لم نرى لها أي ردة فعل كناس مسلمين في القضية الفلسطينية وفيما يحدث في قطاع غزة بالأخص، فمنشوف المنابر مجرد 30 أو 40 ثانية فقط بدعوا دعوة، تمام، وبعدها ولا أي شيء. على جانب آخر منشوف الإعلام وكله موسم الرياض والرقص، ولكن في هذه الحلقة هي حلقة مهمة ودسمة جدا جدا، والنشر فيها واجب عليك كإنسان مسلم. يجب تعريض بعض أصناف البشر اللي امرأة عم تتحدى شاب سوري وعم بتقول له انه ابن سلمان تاج على روسكن، هو تاج على راسك انت وامثالك طبعا، ولا يمثلنا لا ابن سلمان ولا اي رئيس بيمثلنا صراحة. هاي الشيء بينك وبين ابن سلمان. نحن عم نتحدث بداية عن المواقف، انتم ما عندكم اي موقف ولا عندكم اي ردة فعل، ولكن نحن جماعة عنا موقف، لو بالكلمة عنا موقف. مهم قدمنا شيء وبنتحاجج فيه امام الله، بس انت قادرة اذا قال لك محمد ابن سلمان اسجدي لصنم بتسجدي، ما عندك اي مانع. لو ابن سلمان سلمان تاج راسك تاج راس اهل سوريا كلهم. جميل، اسالك سؤال وانا اوافق انه تاج اهل راس سوريا كلهم. لو ابن سلمان جاب لك صنم له وقال لك اسجدي تسجدين؟ اذا جاب ايش؟ صنم بس صورة ابن سلمان. بس جد صنم لابن سلمان. بس جد تسجدين؟ بطيعه بس جد تسجدين على صنم ابن سلمان؟ بس جد. هذا كفر، انت عارفه ولا لا؟ خلاص مالك دخل انت في ولاة امرنا، ما تتدخل. يابا بسجد له. محمد بن سلمان غير يعني انت تصلين ملاك؟ اصلي الحمد لله. ما هون المشكلة، وما المشكلة بالأساس السجود، وهذا شخص، ولكن المصيبة بكمية الناس تأليه محمد بن سلمان. محمد بن سلمان أصبح عند بعض الناس هو إله ونبي ورسول، وشيء غريب تعليقات وشيء غريب، يعني وصل الكفر بل أكثر من الكفر. يعني صارت الناس تترحم على زمن قريش وتقول قريش لا، الناس أبدعت، كانوا يعبدوا لهم حجر ويقولوا هذا الإله الفلاني. اليوم شخص بدأت الناس بعبادة شخص. غريب. شاهد هذا الفيديو. يا أتباع محمد بن سلمان، لدرجة الكفر هذه وصلتم؟ أحد أتباع محمد بن سلمان كاتب وسع كرسيه السماوات والأرض، شيعة محمد بن سلمان وحط هذه الصورة، أعوذ بالله من الشرك. أحد مطبعي بن سلمان كاتب صلوات الله عليه، والله لو ولي الأمر أمر بي كذا وكذا لقلت سمعا وطاعة، أعوذ بالله من الدياثة. شوفوا إخواني، غصبا عنك وعن نبيك محمد بن سلمان سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم على محمد بن سلمان، وصلتم لهذه الدرجة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. أيضا هذه المتصلة اللي اتصلت على أحد البرامج وعم بتقول له بدك تتوضأ قبل ذكر محمد بن سلمان وخادم الحرمين. الإنسان بيتوضأ للصلاة والصلة مع الله عز وجل، وأنت إنسان على أساس مسلمي، ولكن ما بيجوز الشيء اللي عم بتسويه، جد ما بيجوز. شاهد هذه المخلوقة، ما راح أقول عنك لا إنساني ولا مسلمي، مخلوقة أنت. غريب أمرك وعجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. أول شيء أنا عندي طلب صراحة قبل ما أقول رأيي. أوكي؟ يعني عفوا ما تقاطعني في الرأي، هذا رأيي والبرنامج اسمه الرأي الحر، صح ولا لا؟ لا تفضلي، أهلا وسهلا بيك في الموضوع طبعا. أوكي ولا تقطعوا الخط وتقولوا الخط انقطع. أنا أقول في الموضوع لن يقطعك أحد، لكن خارج الموضوع لا نسمح. تفضلي في الموضوع. أنا حتكلم عن الموضوع نفسه. أي نعم، أنا بصراحة طبعا سعودية وأفتخر. حلو؟ أهلا وسهلا بيك. أوكي، أنا بصراحة أحترق لما أسمع الرأي الحر أو أي برنامج يتكلم عن السعودية، أحس كأني يمسني أنا، وفعلا هو يمسني أنا لأني أنا أمثل السعودية. حلو. أوكي، طالما أنت بتذكر محمد بن سلمان أو خاتم الحرمين، أتمنى إنك تذكرهم بخير أو إنك ما تذكرهم لو سمحت، أنت وأمثالك. طيب حلو. معليش، ليش؟ لأنه أنتوا السبب في الفتنة اللي هو الإعلام. الإعلام قاعد يقول كلام ما له أي داعي. حلو؟
فبالتالي مجرد ما تفكر، مجرد تفكير بس انك تذكر سيدي صح ولي العهد محمد بن سلمان او خادم الحرمين الشريفين، اتمنى انك تقوم تتوضا وبعدين تذكرهم. الله اكبر، الله اكبر. لهذا الحد سيدتي تتوضا وتذكرهم. انا اتوضا عندما اتوجه للرحمن، واتوضا دائما لاني احافظ على طهارتي. ولكنني سيدتي اسمعيني وانا هنا مضطر ان اقاطعك. اذا كنت عبدا لزيد او عمر، انا عبد لله وحده. أنا عبد لله فقط. لا، أنت عبد لمحمد بن سلمان وأمثال محمد بن سلمان، لأنك تتوضئين عندما تذكرين اسمه. نعم، أنا بقول لك على الكلام اللي أنا بسمعه. اسمعيني عزيزتي، اسمعيني. لا اسمعيني، أنا حر وأحمد الله على حريتي. أوكي، أنت استمتعي بعبوديتك، أنت حرة. اتفضلي واصلي. في كل 100 عام يرسل لنا الله عز وجل مجدد، إن كان عن طريق إمام، إن كان عن طريق شيء، بجدد لنا هذا الدين وبيصحينا شوي. تمام؟ أما عائد القرني فالمجدد بالنسبة له هو محمد بن سلمان. والله أمرك غريب وعجيب. ومشايخ السلطان بغوا في الأرض وتجبروا وتكبروا، وصل فيهم غريب أمركم. والله ستحاسبون على كل كلمة. بدك الدنيا خدها، هي كم سنة؟ 30-40 سنة، بس هيك تخسر الآخرة، تصطفل. هو سجن، هو حرمان، هو نفي، هو موت. الله يجعله في سبيل الله. هل التقيت بالأمير محمد سلمان؟ التقيت به يمكن 6 مرات. أول مرة دعاني، أنا مع سموه يمكن 6 جلسات. أقول باختصار بين قوسين: إذا كان في العلم مجدد ففي الحكم مجدد محمد بن سلمان. العبقرية في الملاحظة، في الانتباه، في الاستحضار، في الثقافة، في أخذ القرار الحاسم. المتنبي بيحضر معنا يقول: المجد إذا بدك تستدل المجد، قال: وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمره العصر، فلا تحسبن المجد دفا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمره العصر. أيضا مشايخ ابن سلمان عم تعترف بوجود معاهدة. لهذا السبب وللأمر ممنوع من عن باتا مساندة إخوانكم في غزة. في بيناتنا معاهدات، فهيك يعني حرموا. شاهد. فقولهم إنه يجب على كل قادر من شباب المسلمين في أي بلد كان أن يذهب إلى فلسطين ليقاتل مع إخوانه، لأن الفقهاء نصوا على أن من دهمهم العدو يكون فرض عين على غيرهم، فهذا أيضا خطأ. فإن لكل بلد ولي أمر يبرم عهودا خاصة بهذا البلد. إذا أبرم عهد في بلد فإنه لا يكون لازما لبلد آخر، وإذا نقض العدو العهد في بلد فإنه لا يكون ناقضا له في بلد آخر. والواجب على المسلمين الوفاء بعهودهم حتى ينبذ ولي الأمر العهد إلى العدو. والله ما نقول هذا الكلام مخذلين عن جهاد في سبيل الله. لا